ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل برضو صنف جديد من اصناف العيد. كل سنه وانتم طيبين، وهو الغريبه. انا نزلت لكم الكحك اللي على السخن، ان شاء الله هعمل لكم النهارده الغريبه، وان شاء الله قريب هعمل لكم الكحك اللي على البارد والبسكوت. يلا بقى نبتدي بالمقادير، نسمي بسم الله. نبتدي بالمقادير. دي كوبايه سمنه بلدي بلدي من اللي احنا بتطلع منها المرت، عشان بتديكي طعم حلو. عايزه تعملي بالعادي النباتي مفيش مشكله خالص، اعملي بيها مفيش مشكله. ممكن لو عندك ده وده حطي نص كوبايه ونص كوبايه. هنخفقها شويه جدا، هنفضل نضرب فيها لمده 5 دقايق لحد ما تبقى كريمي قدامنا. هحط عليها كوبايه الا ربع سكر بودره، يعني كوبايه سمنه بلدي هحط عليها كوبايه الا ربع سكر بودره. عايزه بقى تزودي المقدار زودي حسب ما انت عايزه، مفيش مشكله خالص. ضربنا السمنه لمده 5 دقايق، ولو هي معاكي سايبه خالص بحطها في التلاجة 5 دقايق تمسك، وابتدي اخفق فيها واضرب فيها علشان لمده 5 دقايق. وبعد ما ضفت السكر البودره برضو بنبتدي نضرب 5 دقايق لحد ما تبقى كريمي اكتر. بننزل اللي على الاطراف زي ما انتم شايفين كده، وبتبقى بالشكل الجميل ده، هشه وكلها فقاعات. ما بحطش حاجه تاني خالص، ولا بياض بيض ولا اي حاجه ولا نشا ولا اي حاجه. حطيت كوبايه دقيق في الاول وبقلب. طبعا انت العجينه قدامك بتشوفي طبعا نوع الدقيق بتاعك شكله ايه. طبعا انا بستعمل دقيق الضحى او دقيق خاص بالكحك والبسكوت والحلويات. مفيش مشكله خالص، مش هتستعمليه استعملي الدقيق العادي المتعدد الاستخدامات. بس طبعا انت بتعرفي الدقيق بتاعك شكله ايه في ايديكي، انت بتبقى حاسه بملمس العجينه شكلها ايه في ايدك، اذا كانت خشنه او ناعمه. دي تاني كوبايه حطيتها زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقلب لحد ما يختفي الدقيق قدامنا خالص زي ما انتوا شايفين كده. دي بتعمل لك كميه حلوه لا باس بها خالص، جميله. وديت الطريقه ديت انا معتمداها عندنا على طول من خالاتي وجداتي وماما. يا رب يديها الصحه يا رب. بنعملها بتطلع جميله جدا جدا، وان شاء الله هتجربوها وعلى ضمانتي وعلى طريقتي ان شاء الله هتعجبكم يعني. وكل سنه وانتم طيبين. زي ما انتوا شايفين بنبتدي نعجن بس مش كتير. طبعا احنا عارفين البسكوتات ما بتعوزش عجن كتير. زي ما انتوا شايفين، وبتبتدي بتبرميها بين ايدك، بتشوفيها كده شكلها شققت ولا لا. وانت هتشوفي شكلها في النهايه لا هتشقق ولا هيجرى لها حاجه خالص. خلاص خلصنا. وطبعا ما بتغيبش ولا بترتاح ولا حاجه. دي الحاجات اللي انا هزين بيها من فوق. انا زينت باللي هو الملبس الفضي دوت، وبالفستق قطعته كده من فوق انصاص، والبندق واي حاجه عندك، وسوداني وزبيب والقرنفل انا بحبها بالقرنفل جدا. شايفه الحجم ده؟ عايزه تصغري عايزه تكبري زي ما انت عايزه، بس ضمانا ليكي برضو. لو انت هتستعملي دقيق ما انتش ضمناه بتعملي واحده او اتنين وبتجربيها الاول، بتكوني مسخنه الفرن وبتجربيها، عشان لو فرشت منك بتبتدي تزودي لها دقيق شويه علشان ما تفرش منك، واللي انت تعبتي فيه ده هيبوظ ويروح عليك. دي بتبقى تجربه يعني. زي ما انت شايفه اهوت بلفها او ببرمها زي ما انت صغيره على قد ما انت عايزه الحجم بتاعها. وبتزينيها بقى بالقرنفل بالملبس اللي هو الفضي بالسوداني بالبندق، اي حاجه عندك ما فيش مشكله. عايزاها ساده خالص برضو ما فيش مشكله خالص، تبقى جميله وظريفه جدا. زي ما انت شايفه اهوت بحط بنوع انا في الزينه بتاعتها من فوق، او اللي انا بحب ازين بها من فوق. زي ما قلت لك بقى جميله جدا وبتطلع ناعمه وجميله. بعمل وردات برضو انا في الاخر. البنات عندي قالوا لي يا ماما احنا عايزين بالشوكولاته، فاضطريت اخد حوالي معلقتين او 3 وضفت عليهم معلقه كاكاو وزينتها بيه، قصدي وعجنتها بيه وقلبتها بيه. وبعملها برضو بيه اشكال جميله زي ما انت هتشوفي معايا دلوقتي. دي ورده برضو جميله قوي ظريفه زي ما انت شايفاها كده. وهبتدي برضو ان انا احطها في الفرن اشوف اخبارها ايه، هتفرش معايا ولا لا. الحمد لله طلعت مظبوطه وكملت. ودي الاشكال النهائيه قبل ما ادخلها الفرن. بتدخليها على فرن 180 درجة. الغرابة ما بتغيبش خالص في الخبز، مسافة ما تلاقيها اتحركت معاكي كده خلاص خلصت. هي الغرابة ما بتعوزي خبز كتير، ما بتتطلبش ينشفش منك. بتبقى بالشكل الجميل ده، وناعمة وجميلة ومش مسكرة ومش دسمة. شايفين المنظر الجميل ده؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويعود علينا الأيام الحلوة دي بخير يا رب. سلام.
دي لا، بس هي طويلة بقى، قص انا خلصت من ساعتها يعني.